مساء الفل. احيانا وانت بره البيت في الشارع او في اي مكان ممكن تلاقي شخص واقع على الارض فاقد الوعي ومصاب بالاغماء، وعشان احنا شعب جدع هتلاقي بقى الناس بدات تتلم حوالين الشخص ده، وكل واحد بقى يفتي بمعلومه. اللي يقول لك بقى تعالى نحاول نشربه ميه او نرش عليه ميه او نشممه حاجه، وغيره وغيره من المعلومات المغلوطه. فاحنا جايين النهارده نتعرف اكتر عن الاغماء، نعرف اسبابه وازاي نتصرف بشكل صح مع الشخص المصاب بالاغماء. انا عمرو نبيل الطنيخي واهلا بيكم في فيديو جديد. الإغماء أو فقدان الوعي ممكن يحصل لأسباب كتير، ولكن من أشهر الأسباب هو انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ، وده مثلا ممكن يكون بسبب مشكلة في القلب أو بسبب إن واحد كان مريح ونايم على ظهره لمدة طويلة وقام بشكل مفاجئ. ساعتها ضغط الدم عنده ممكن ينزل بشكل مفاجئ ويؤدي للإغماء، وده بيحصل أكتر مع كبار السن. كمان انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ ممكن يحصل للشخص اللي تعرض لصدمة نفسية شديدة أو زعل شديد. ساعتها بيحصل حاجة اسمها الفيزوفيجا رياكشن، بيبدأ نبض القلب يقل وضغط الدم يقل بشكل مفاجئ، وبالتالي كمية الدم الواصلة للمخ هتقل هي كمان، وبالتالي الشخص هيصاب بالإغماء. كمان من ضمن أسباب الإغماء هو الجفاف والسكتة الدماغية وانخفاض مستوى السكر في الدم. وبرضه الإغماء ممكن يحصل بدون سبب واضح، وده بيكون في حوالي 50% من الحالات. ونيجي بقى للجزء المهم في الحلقة، ازاي نتصرف صح مع الشخص المصاب بالإغماء. في الأول بس عايز أكد على حاجة مهمة، احنا هنا بنتكلم على الشخص المصاب بالإغماء في موقف عادي وفي مكان عادي، يعني مفيش حادثة، مفيش نزيف، مفيش اشتباه في كسور، لأن التعامل مع الحالات دي بيكون مختلف وفي تفاصيل تانية، فممكن نخليها الفيديو تاني إن شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا. أول حاجة هتعملها بعد ما تتأكد إن المكان اللي أنت فيه آمن، هتروح عند الشخص وتحاول تهز كتفه براحة وتزعق فيه بصوت عالي، تقول له أنت سامعني، أنت كويس، أنت معايا. تتأكد أصلا هل الشخص ده مصاب بالإغماء ولا لأ. أنت هنا قدام احتمال من الاحتمالين، يا إما الشخص ده يستجيب ويرد عليك، يا إما الشخص ده ما يردش عليك، مش محتاجة حاجة يعني. طيب لو الشخص ده استجاب ورد عليك وفاق فتمام وزي الفل، تحاول تطمنه وتهديه وتفهم منه ايه المشكله، ولو في الامكان ترفع رجله زي ما واضح قدامك في الصوره يبقى عظيم جدا. اهم حاجه ما تخليهوش يقوم بشكل مفاجئ او مره واحده، عشان ساعتها ممكن ضغطه ينزل تاني ويصاب بالاغماء، وتخليه بقى يكلم حد من اهله ويجوا ويودوه للمستشفى عشان يطمنوا عليه. اما بقى الاحتمال التاني ان الشخص ده ما يردش عليك ويفضل فاقد للوعي، ساعتها اول حاجه لازم تطلب المساعده من الناس اللي حواليك، تخلي حد فيهم يكلم الاسعاف. ورقم الاسعاف في مصر 123. طبعا لحد ما الاسعاف تيجي انت لازم تتصرف وتحاول تكمل الاسعافات الاوليه. هتعمل ايه؟ بي سي. ايه هي اير واي، وهنا بنفتح مجرى الهواء او مجرى التنفس. بي هي بريزنج او التنفس، وهنا عايزين نتاكد هل الشخص بيتنفس ولا لا. والسي هي السيركيوليشن او الدوره الدمويه، عايزين نشوف هل الشخص ده نبضه شغال ودورته الدمويه شغاله ولا لا. ولو وصلنا للخطوه دي فهنا بنعمل السي بي ار او الانعاش القلبي الرئوي. في خطوه الاير واي احنا بنفتح مجرى التنفس بطريقه اسمها هيد تلت تشيل ليفت. وفي طريقه الهيد تلت تشيل ليفت يا صديقي، انت بتحط ايد على جبهه المصاب، والايد التانيه بتحط منها صباعين الاوسط والسبابه تحت دقن المصاب او تحت فكه السفلي. بعد كده بتزق الجبهه لورا وترفع الدقن او الفك السفلي زي ما واضح قدامك في الفيديو كده. وفي نفس اللحظه اللي انت فاتح فيها مجرى التنفس بطريقه الهيد تلت تشيل ليفت، بتيجي على الخطوه الجايه تشوف العيان بيتنفس ولا لا، وتكون مرتب في دماغك 3 كلمات: لوك، ليسن اند فيل. بتشوف صدر العيان بيتحرك ولا لا، وبتحاول تسمع صوت نفسه، وبتحاول تحس الهواء على خدك. وخطوه فحص النفس لازم ما تاخدش منك اكتر من 10 ثواني. لو لقيت الشخص المصاب بيتنفس بس مازال فاقد الوعي ومغمى عليه، فانت هتحطه في وضع الافاقه. بتجيب ايد الشخص المصاب المواجهه ليك لورا شويه وتلف العيان ناحيتك بحيث تنيمه على جنبه وتخلي رجله بالشكل ده زي ما واضح قدامك في الفيديو. بعد كده هتحاول ترجع رقبته لورا شويه بحيث يفضل مجرى التنفس مفتوح، وتستنى الاسعاف لحد ما توصل. اما بقى الاحتمال التاني، لو انت سيء الحظ ان الشخص المصاب تلاقيه مش بيتنفس ولسه الاسعاف ما وصلتش، فانت هنا بقى لازم تبدا الخطوه اللي بعد كده، وهي خطوه السي بي ار او الانعاش القلبي الرئوي. والطريقه اللي هشرحها دلوقتي في السي بي ار اسمها الكومبريشن اونلي سي بي ار، ودي الطريقه اللي بتكون اسهل للشخص المبتدئ اللي ما عندوش خبره كافيه في السي بي ار، لانه هنا مش محتاج يدي نفس صناعي. ازاي بقى بتعمل سي بي ار؟ اول حاجه بتنزل على ركبتك جنب العيان، وبتحط الجزء اللي تحت من بطن ايدك اللي هي راحه اليد في نص صدر العيان، بالتحديد في المنتصف السفلي من عظمه الاسترنم اللي هي عظمه القص، وتحط ايدك التانيه على ايدك الاولى، وتكون مشبك الايدين كويس في بعض زي ما واضح قدامك كده. وبعد كده تفرد ايديك الاتنين كويس وبزاويه عموديه تبدا تضغط على المنتصف السفلي لعظمه الاسترنم، وبعد كل ضغطه تتاكد ان الصدر بيرجع تاني لمكانه، وتفضل مكمل بمعدل من 100 ل 120 ضغطه في الدقيقه.
وتفضل مكمل السي بي ار لحد ما الاسعاف توصل، او لحد ما تتعب وما تبقاش قادر تكمل، او لحد ما تلاقي شخص جاي يساعدك ويبدل مكانك ويكمل هو السي بي ار، او لحد ما العيان يفوق. والهدف الاساسي من السي بي ار هو اننا نحافظ على تدفق الدم في الجسم خصوصا للمخ لحد ما القلب يرجع يشتغل تاني. تقريبا كده خلصنا. يمكن الموضوع يبان من بره ان تفاصيله كتيرة شوية، ولكن صدقني لو شفت الفيديو مرة واتنين بتركيز وهدوء هتلاقي الامور كلها بقت سهلة وبسيطة وكله تحت السيطرة. اهم حاجة لازم تعرفها ان طول ما الشخص فاقد الوعي ومغمى عليه ومش بيستجيب ليك، اوعى تحاول تشربه مية او تأكله اي حاجة، لان ده ممكن يبقى خطر على حياته. ولكن لو الشخص فاق معاك من الاول وحالته اتحسنت وكان مثلا مريض سكر اخد الادوية بتاعته من غير ما ياكل بعدها وبالتالي سكره انخفض، او مثلا مصاب تاني بعد ما فاق قالك انه ما اكلش وما شربش من اول اليوم، فده عادي تخليه ياكل ويشرب طول ما هو فايق ومستجيب ليك. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنوني في فيديو جديد.